السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو جديد ويوم جديد، بس النهاردة مختلف عن أي فيديو، مختلف عن أي يوم. بدأت بالأكل كده الأول، قلت نتغدى وهخرجكم بقى مكان، هاخدكم معانا مكان هتتفسحي وهتخرجي وتركبي أولادك ألعاب، وفي مكان أمان وقريب من البيت، وكل ده ب5 جنيه بس. 5 جنيه، ب5 جنيه بس. ماشي. كل سكان دار السلام اكيد في منهم اللي عارف المكان ده وفيه اللي لا، لان المكان ده ليه فرعين قريبين من بعض، بس اللي انا رايحاه ده فرع احسن بكتير وارخص في السعر واوفر ليكي في حاجات كتيره قوي، حتى في الالعاب اللي هيلعبها الطفل. عملت صينيه فراخ كده، دي ما بحطلهاش اي حاجه خالص، غير بضرب قطيتين وبصلايه كده في الخلاط، ومعاهم قرن فلفل سواء حراق او رومي، او ممكن من ده ميكس مع بعضهم يعني، وكل التوابل اللي انت بتحبيها. بغسلها غسله كويسه كده وبنغزها كده، بحيث ان التتبيله دي كلها تخش جواها. بحط التوابل بقى كلها وبخليها تشرب فيها كده شويه، وبعد كده بحطها على البوتاجاز من فوق، لا سمنه ولا زيت ولا سلق ولا اي حاجه، وبدخلها الفرن. بتخرج بالشكل اللي انتوا واخدينه ده، ما بتاخدش اللي انتوا شايفينه ده، ما بتاخدش سوا خالص خالص خالص. ممكن تحطي لها كمان فحمايه وتغطيها، يبقى كانك عامله فراخ مشويه بالظبط، مفيهاش اي دهون ولا اي دسم خالص منها فيها. والتتبيله بتاعتها دي حلوه قوي كمان بتتاكل. قلت هعمل معاها كده رز وحبه كوسه، لان انا بحب الكوسه جدا. لكن المكرونه دي انا بحمرها عشان عبد الله، لان هو مش بيحب ياكل الرز كتير، بيحب المكرونه المحمره قوي. تمام. كنت جايه بقى من الشغل، دي قلت دي اسرع اكله اللي هو انا ممكن انجزها كده واخلصها، لان انا باجي من الشغل مثلا الساعه 2 ونص، فالمطلوب مثلا مني ان انا نبقى بنتغدى 4 ونص بالكثير. فده اكتر حاجة ممكن تنجز معايا كده في السريع. وقلت كمان عشان بعد ما نتغدى هنروح على المكان اللي انا هقول لكم عليه ده دلوقتي. عملته ده اكل كنت بسلقه لتاني يوم، فراخ كنت بسلقها فرخة لتاني يوم. بحاول وانا واقفة كده لو في حاجة ينفع تتعمل من اكل تاني يوم اعملها عشان اوفر على نفسي. الملوخية بقى معلش، انا مش بعلمكم ولا حاجة، احنا كنا بندي معلومات لبعض. ما تغطيهاش بعد ما تطشيها، وما تقلبيهاش، انا مش بقلبها، انا بوريكم قوامها من على الجنب عامل ازاي. ده الغدا بتاعنا بقى، اتغدينا وتعالوا شوفوا بقى احنا رايحين فين. بصوا بقى، احنا رايحين مكان، انا هنا كنت بحكي لكم ان احنا رايحين مكان قريب جدا من البيت. انا مش عارفه الصوت هنا اتلغى عندي فجاه، انا كنت سايباه بس مش مشكله. هو قريب من البيت جدا. في لسكان، انا ساكنه في دار السلام، تحديدا عند شارع ابو اشرف. في قبل ما تطلعي ابو اشرف بره خالص، في نادي، في واحد عند سور الشركه للناس اللي ساكنين في المنطقه وعارفين. حلو برضو جميل وكل حاجه، بس بقى مزدحم قوي، ما بقاش فيه مكان ان حد ينفع ان هو يلعب وياخد راحته من الاولاد وكده، الا داخل الملعب اللي هم المشتركين، سواء كوره او بيطلعوا صاله الكاراتيه او الكلام ده كله. لا، ده في مكان يلعبوا، تاخدي راحتك في براح. الكافيتيريا بتاعته هاديه جدا، الخدمه فيه بصراحه يعني 5 نجوم زي ما بيقولوا. واسع قوي قوي ما شاء الله عليه. انا كده كنا رحنا تذكره ب5 جنيه، ما عدا يوم الجمعة ويوم الخميس التذكرة ب10 جنيه. بس اللي هيروح ويقول ان هو من طرف القناة، من طرف الاكل بكل بساطة، او ام عبد الرحمن صاحبة قناة الاكل بكل بساطة، هيدفع حتى يوم الجمعة ويوم السبت 5 جنيه للتذكرة. خلاص. المكان هناك محترم جدا، الخدمة فيه كويسة جدا. ده كده البوفيه او الكافيتيريا اللي موجودة داخل المكان نفسه. المكان واسع زي ما بقول، في براح زي كده، في براح اللي هو يعرف العيل الولد او البنت يلعب فيه. في براح في كل حاجه، عبد الله بيروح ينطلق هناك. ولو مش عايزه تقعدي على الكافيتيريا، او اللي معاها طفل 2 3 الحاجه بقت غاليه، مش عايز تقعد على الكافيتيريا ولا تطلب حاجه تشربها، مفيش مشكله. بتخش بتعدي الملعب ده كله وتخش تقعد فيه حديقه جوه او جنينه، وفيها كراسي برده وترابيزات. محدش بيسالك في اي حاجه، محدش بيقولك لا انت قاعده تاكلي وتشربي ولا لا. كمان في مطعم جوه، وعلى فكره اسعاره حلوه جدا، والاكل بتاعه نظيف. عبد الله بقى عارف هو رايح فين، هو وصاحبه محمد عارف رايح فين، وبينطلق بقى. هو بياخد الكرة يلعب بيها كده شوية هناك، بنقعد مثلا ساعتين 3 4 زي ما تحبي. محدش بيقولك بتعملي ايه، محدش بيقولك انت دخلتي ليه طولتي جوه المطعم. كمان على فكرة كل اللي جربوا منه، وانا جربت سندوتشات الكبدة بتاعته، الحاجة فيه يعني صراحة كويسة ونظيفة، والناس اللي فيه بتتقي الله في السعر، وبتتقي الله في جودة يعني المنتج او الاكل اللي هي بتقدمه. تمام. المكان هنا نظيف جدا،
ورايق قوي بيلعبوا فيه. هو في ملعب بس الملعب اللبس اللي لابسينه الولاد ده لبس الكوره اللي هم المشتركين في الكوره بيلبسوه، الطقم اللي هو اللبني ده. في ملعب بيلعبوا فيه وكل حاجة، بس ده للمشتركين، لان بيجوا شباب بعد كده اللي هم الشباب الكبار زي ولادنا كده، بيبقوا حاجزين مثلا ساعة كورة ساعتين كورة على حسب ما بيبقوا حاجزين ايه. فالملعب باستمرار مش فاضي، بس المكان ده بيلعبوا فيه، والنادي كله عامة محدش بيعترض، بالعكس. صاحب المكان نفسه بيمر، والعاملين في المكان صراحة بيمروا لو في عيل بيتخانق، لو في عيل بيأذي عيل. عايزة اقول لكم ان حصل مشكلة مع عبد الله في نفس المكان ده، مع عيال دخلوا ولاد كده عاديين، دخلوا المكان واحتكوا بيه وضربوا بعض واتخانقوا مع بعض خناقه جامده قوي. تاني يوم لما جينا المكان كله كان بيعتذر لنا حرفيا على اللي حصل، مع ان هم ما يعرفوش الولاد يعني، بس هم بيقول لك هم طالما مشاغبين دخلوا لي المكان كده. المكان بص بقى في العاب، اللي ورا الالعاب ده النادي، دي السلسله اللي ورا الالعاب ده كده الملعب بتاع الكوره ده، مش كله ده كده نصه. ورا المطعم بقى بقيه الملعب كبير بصراحه. كبير. دي السلسله الناس بقى بتبدا تيجي النادي هنا من امتى؟ من بعد المغرب تقريبا او من بعد العشاء، اللي هو بعد ما يخلصوا اكلهم بقى وشربهم. ده صاحب المكان اللي انا ما كنتش اعرف ان هو صاحب المكان. في ناس كتيره عارفاه. لو تعرفوا محل الادوات البلاستيكيه او البلاستيك وادوات المنزليه اللي في ابو اشرف بعد الصحه وانت طالع ابو اشرف بره، في محل اسمه ابو ليلى. ده اخوه ابو ليلى وده اخوه، يبقوا صحاب المكان ده. انا كنت فاكره صاحب النادي الاولاني اللي هو عند سور الشركه هو صاحب المكان ده اللي انا كنت فاكراه. اكتشفت ان هو ابو ليلى ده واخوه هم اصحاب برضو النادي ده. عجبني قوي فكره ان هم عاملين في المكان مسجد، يعني عجبتني قوي الفكرة دي. احسن حاجة حرفيا معمولة في المكان ان المكان فيه مسجد، حمام متوضب بصراحة، تشطيب عالي، سيدات ورجال، ده لوحده وده لوحده. المكان منظم جدا، المكان الجودة فيه عالية جدا في التقديم، في اي حاجة بتحصل. والله انا مش قصة بعمل دعاية ليه ولا حاجة، بس انا قلت لازم اصور لكم المكان ده. لو عايزة تخرجي وتتفسحي وتخرجي عيالك ب5 جنيه، وعلى فكرة ما بتقطعيش تذكرة غير ليكي انتي بس. عايزينكم يا تعيشوا معانا اللحظة يعني. كنا عايزينكم فعلا تعيشوا معانا اللحظه، لان عبد الله عنده 11 سنه، انا مش بقطع له تذكره. هي تذكره ب5 جنيه ليا انا بس، يوم بس الخميس ويوم الجمعه اللي بيعملوها تذكره ب10، واللي معهوش ال10 جنيه ومعاه 5 بس محدش بيقول له لا، ما بيعترضوش على حاجه. انا كنت هناك انا وام محمد ياسر اللي كان بيلعب معاه ده، كنا هناك ماشي. قعدنا بصوا يعني احنا بنروح بقطع تذكره ب5 جنيه. ممكن اقعد على الكافيتيريا، ممكن ما اقعدش على الكافيتيريا خالص وادخل اقعد في الجنينه جوه، مفيش اي مشكله خالص. محدش بيقولك انت قاعده ليه، انت ما طلبتيش حاجه ليه، انت دخلتي المكان ليه، مفيش الكلام ده خالص. في امن بيمر على طول. دي ملوكه حبيبه قلبي بنت صاحبتي، كانت موجودة في المكان. اللون اللي هي لابساه ده هو ده طقم الكرة اللي هم بيلبسوه علشان يتمرنوا بيه. هي بتيجي عشان تتمرن برضو، عمالة تحايل عليها عشان تتصور وهي مكسوفة، عمالة تقول لكم حطوا لايك بقى، اوعوا تكسفوها، اوعوا تكسفوها. في كاراتيه، في جيم دلوقتي معمول رجالي ونسائي، في حاجات كتير. بص عبد الله بقى بعد ما لعب وتعب وعرق بقى بيجوا يريحوا شوية او يشربوا حاجة، وبعد كده يقوموا يلعبوا تاني. تمام. ولو قاعدين هناك عند الجنينه بنبقى احنا واخدين معانا حاجات، يعني ممكن تجيبي اكلك معاكي وانت جايه وتاكليه، ممكن تطلبي اكل من بره وتاكليه في المكان، ما بيعترضوش نهائي. اللي عاجبني في المشوار كله ان المكان هنا ب5 جنيه، يعني انت عارفه ب5 جنيه بدخل اخلي عيلي يلعب ويتنطط ويعمل كل اللي هو عايزه بتذكره ب5 جنيه. مفيش الكلام ده دلوقتي، وخصوصا في ظل الغلا اللي احنا عايشين فيه ده. اقل مكان عشان العيل يروح يلعب فيه مشكله طبعا، لازم تكوني قابضه جمعيه كده ومخليها معاكي عشان تقدري تفسحي بيها. كأنكم سافرتوا مكان ب5 جنيه بس. طيب الالعاب بقى اللي جوه دي، اي لعبه ب5 جنيه. الالعاب دي كلها اي لعبه ب5 جنيه، ما عدا اللعبه اللي هي في الاخر دي على اليمين فوق دي، اللي هي اسمها الدادا دودي، دي الوحيده اللي ب10 جنيه مش اكتر، وانا ما برجحهاش قوي. ماشي. عبد الله بقى اللعبه بتاعته المفضله اللي هي اسمها ايه؟ الترامبولين دي هي اللي بيحب يلعب فيها قوي، وبيحب بقى بيحب يجري في المكان، وده حلو جدا، وخصوصا ان هو عامل دايت وعامل يعني بصراحه عنده اراده ما شاء الله عليه، نزول جامد جدا ان شاء الله.
بعد كده هعمل لكم فيديو، او انتوا لو رجعتوا الفيديوهات القديمه على القناه هتشوفوا عبد الله كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي. الحمد لله كانت رجليه تعباه جدا جدا. فانا كنت قاعده عماله اشرح له، عماله اقول له كفايه لعب، طب نقوم نروح، وهو قاعد عرقان عمال يقول لي شويه كمان، حبه كمان. فقعدنا بقى وخدنا كفايتنا، وبعد كده رحنا برضو قعدنا في الجنينه جوه. وعلى فكره نسيت اقول لكم في العاب. ان المكان نفسه جوه في حضانه، في حضانه صباحيه وحضانه مسائيه للعاملات. العاملات اللي هم الستات اللي بتشتغل، او الموظفات بمعنى الاصح اللي بتشتغل، بتسيب عيلها من الصبح تقريبا الحضانه فترتين، الفترتين كلهم لحد الساعه 8 في قلب النادي في حضانه، ما فيش مشكله خالص. تخرجي بعيلك من الحضانه ممكن يقعد يلعب شويه. انا بعرفكم بس ان المكان فيه حضانه وكده وفيها فترتين، يعني المكان فيه كل حاجه. بس اكتر حاجه عجبتني ان هو فيه مسجد، يعني وقت الاذان في اذان بنسمعه، واللي عايز بقى يخش يصلي قوموا صلي. واوقات كمان بينصحونا قوموا يا جماعه صلوا الظهر مثلا اذن، العصر اذن، المغرب اذنت. التقديم فيه كويس جدا، كل شويه يجي يسالكم طب محتاجين اي حاجه، طب انتوا عايزين اي حاجه تشربوا ايه. احنا طلبنا دلوقتي مانجا، وطلبت لعبد الله عصير برتقال بس من غير سكر خالص، علشان النظام اللي هو ماشي بيه مع الدكتور. وصاحبه طلب اوريو، كل واحد بيشرب اللي هو ايه اللي هو عايزه. بيشربوا حاجة وبعد كده ايه بيقوموا يلعبوا تاني، او بنبقى جايبين الحاجة معانا من البيت، سواء مشروبات سواء اكل، ونقعد على الكراسي. برضو هوريكم برضو في اخر الفيديو الكراسي جوه وفين. بنقعد على الكراسي وبنشرب اللي احنا عايزينه وبناكل اللي احنا عايزينه. محدش بيقول لنا لا انتوا دافعين 5 جنيه بس وجايين تقعدوا تاكلوا وتشربوا بيها، مفيش مشكلة. فقعدوا بقى اتبسطنا في نفس المكان ده حبة، وبعد كده قلنا بقى نقوم نتمشى في المكان كله لجوه. تمام. والله يا جماعة هو بالنسبة لي انا عن نفس المكان ده بالنسبة لي مشوار حلو. بالنسبة لابني اللي عندها ابنة وعندها بنت، مش هنسيبهم يلعبوا في الشوارع، احنا مش هنسيبهم يلعبوا في الشوارع، ده احسن لهم بكتير من الشارع. كانوا مستنيين بقى هنا دورهم علشان يطلعوا يلعبوا في اللعبة اللي هما بيلعبوها دي، يتنططوا. اللعبة دي انا من وجهة نظري يعني ان هي كويسة ومش كويسة. هي كويسة ان هي بتعمل على تقوية رجل الطفل نفسه، وبتخليه عنده خفة كده وخفة حركة كده، بتخليه عنده لياقة كده. لكن برضو خطر في ان هم بيرموا نفسهم على بعض، بيتنططوا زي ما تيجي. يعني بصوا انا كنت عمالة اول ما شفت الفيديو كنت عمالة اكلم فيهم بقى اوعوا تعملوا كده تاني، نتنطط ونلعب، لكن محدش يعمل كده. يعني محدش يرمي نفسه رمية جامدة، محدش يرمي نفسه على التاني. لو انت لوحدك في المكان وبتلعب فيها مش مشكلة، اي خبطة المكان البتاعة دي نفسها بتبقى مطاط كده مش هتأذيه في حاجة. لكن برضو نخلي بالنا وربنا يستر ان شاء الله. زي ما في العاب للكبار في العاب للصغار، في ركن كده بيبقى في العاب للصغيرين. في ركن فيه العاب للصغيرين. النادي ده فيه منه فرع تاني، ده اسمه نادي ابو ليلى. ده بصوا بقى في وش عبد الهادي بتاع الدهب، او في وش الشارع اللي في وش بالظبط الزعيم بتاع السيارات، اللي هو بيبيع اطارات السيارات وبيبيع البلاستيك بتاع السيارات. الزعيم ده مشهور قوي قبل عبد الهادي على طول، بتاع الدهب اللي طلع شارع ابو اشرف بره. بتقفي قدام الزعيم وتخش الشارع اللي في وشه على طول. الزعيم موجود والصيدليه جنبه، بعد كده عبد الهادي على الناصيه التانية. بتخش الشارع اللي في وش الزعيم ده كده على طول، بتلاقي للنادي فيه مدخلين او 3 ليه. ماشي. قدام النادي في كافيه، في كافيه او قهوه كبيره قوي زي ما بيسموها، بس هو كافيه كبير برضو بتاع ابو ليلى. ده اسمه كافيه ابو ليلى، اسمه كافيه ابو ليلى. هتخش نفس الفروع ده، لان فيه نادي تاني قدام سور الشركه بعد التوحيد والنور. في واحد تاني حلو برضو ما شاء الله عليه وجميل بصراحة، وانا كنت بروح له الاول كتير بصراحة عشان ابقى منصفة برضو. بس دلوقتي بقى ما فيش متاح ان العيل يلعب، لازم اجباري تدخلي تقعدي على الكافيتيريا تطلبي حاجة، تقعدي براحتك. اي نعم بصراحة بيسيبونا براحتنا خالص 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 خالص، بس لازم تطلب مشروب. لازم العيل مش عارف، ما فيش براح ان هو يجري في حاجة. الالعاب هناك سعرها بصراحة يعني مبالغ فيه قوي بالنسبه للفئه المتوسطه او الفوق المتوسطه. يعني الفئه المتوسطه اللي مش قادره تدفع غير مبلغ معين. يعني اللي معاه طفل واحد بيقدر ان هو يخرجه ويصرف عليه اللي هو عايزه. طب اللي معاه طفلين و3 و4، في حد معاه كده الفئه العمريه دي؟ في ناس معاها طفلين 3 4، الفئه العمريه بتاعتهم متقاربه قوي، فعشان كده مش بيقدروا يدفعوا لهم كلهم نفس التذاكر. وهم في الاول وفي الاخر هم اطفال، بيبقوا عايزين ان هم يلعبوا ويتبسطوا زي الايه
زي الكبار بالظبط. بس بصراحة المكان هنا بقى شد انتباهي اكتر، وبقيت اجي هنا كتير اكتر من هناك، لان هنا في براح لابني يلعب فيه. انا بدور على المكان اللي فيه مصلحة ليه، وما كنتش متخيلة لما كانوا بيقولوا لي عليه وكده. قلت ايه ده، مكان ب5 جنيه، تذكرة ب5 جنيه ويدخل يلعب؟ لا اكيد ب5 جنيه، بس جوه بقى كل لعبة ب20 و25. لقيت غير كده خالص، يعني السلسلة دي كده ب5 جنيه، وسابهم فترة طويلة. انا مسرعة في الفيديو على فكرة. اول مدخل باب على شمالها اهو، ده اول مدخل باب. احنا كده قدام الحضانة دي، كده الحضانة. فوق بقى في الدور اللي فوق ده فيه كاراتيه وفيه جيم، في كاراتيه وفي جيم. كده كنا مروحين بقى، قلت اخد لكم المكان كده من جوه لحد ما اجي خارجه بره. ماشي، في كذا مدخل. في لعبه السلسله هنا كبار وصغيرين، التانية للصغيرين فقط. في كذا العاب جوه. الحاجه الوحيده صراحه اللي مش موجوده عندهم لكن موجوده في المكان التاني، اللي هي لعبه العربيات اللي هي بالكهرباء دي الوحيده اللي مش موجوده. لكن وهناك في قاعه افراح، في النادي التاني في قاعة أفراح، هنا مفيش. بس بيقول يعني لما اتكلمنا مع صاحب المكان قال ان هو هيعملوا برضو قاعة أفراح كده واحنا خارجين من المكان نفسه. ماشي. في كافيه بره اسمه أبو ليلى، اسمه أبو ليلى. ده مخرج، وفي قدام خالص كده اهو برضو في مدخلين تاني، يعني ده مدخل النادي وفي مدخلين تاني. ده الشارع اللي في وش الزعيم بالظبط اهو، أبو ليلى. التاني نادي كويس برضو كويس، بس صراحة لما لقيته مبالغ في الأسعار بتاعته قلت ايه، خلينا هنا أحسن. باجي بقى ممكن مرتين 3 في الأسبوع، وأنا مروحة بقى قلت نجيب فاكهة، يبقى كده كلنا واتفسحنا وهنحلي كمان بإيه، بفاكهة. ده فكهاني برضو في اخر شارع ابو اشرف، كلنا عارفينه. الخطيب بيبقى عنده كل انواع الفاكهه بصراحه. اصلا شارع ابو اشرف مشهور بان هو فيه كل حاجه وفي اي وقت وفي اي، ما بيقفلوش. ما تنسوش بقى اللايك والشير، والسلام عليكم.